السلام عليكم ورحمة الله. أنا عملت هذا الفستان، خيطته وعملت البترون. ويعني ونجح معي هذا الفستان، طلع روعة. بس أنا عندي الملكان يعني مشكلة فيه، عيوب من الأكتاف ومن الخلف. يعني واللي بيطلع شكل الفستان أحلى من هيك كمان. هاي أنا عندي البترون الخاص فيه اللي بشتغل بيه، باخذ كوبي عنه، بعمل تصريف للبنسة الكتف. بتشوفوا كيف أنا عم بعمل. هاي هنا بسكر. أنا ماخذ الطول تقريبا 41 بس أنا بخلي زيادة في القماش. هون بنصرف البنسة حتى نرسم شكل القبة المربعة. ما بعرف إيش أنتوا بسموه هذا الفستان، موديله مسميات كثيرة بتختلف. هون أنا كم راح أنزل بالياقة. هون بنعدل الكتف، بنقصه وبنرسم الياقة. هون أنا قصيت بالخطأ الرقبة، يعني رجعت عملت لها تلزيق، نسيت إني يعني خطأ مني، بس مو مشكلة. هون هسه الحين احنا معلش الورق عندي هذا نوعيته بلف يعني. هاي هون قلبت الشاشة الكاميرا وقعد. أقصد الجوال. هون هسه راح نرسم. يا ريت تشوف الفيديو للأخير، اللي بيدخل يعني يشوف الفيديو للأخير، اللي ما بده يشوف براحته يعني، بس هيك يعني بتنزل المشاهدات الصراحة عندي. هون بنحط 6 سنتي، لأن أنا بسجل الصوت بعد التصوير. نزلت، ولازم مقاس، يعني ما في مقاس محدد، لازم مقاس ناخذ العرض والطول. العرض من الأمام كمان لازم أخذ مقاس يعني. تقريبا أنا أخذت 9 كانت، بس يعني لما نخيط بتصير 10. إحنا بنأخذ بالخياطة لما نخيطها بتكبر شوي الياقة. هاي هنا أنا أخطأت بالخط. لازم ندخل بعد البنسة لجهة حفرة الكم، ندخل 1 سنتي، بس أنا أخطأت يعني. رجعت عدلت الخط، يعني كبرت شوفوا كيف راح يكون عندي، شايفين؟ دخلت 1 سنتي تقريبا، 1 سنتي مثل مو شايفين. دخلت تقريبا بعد البنسة 1 سنتي، لازم يكون 1 سنتي أو 1.5 سنتي. بكون هو عندنا يعني اتجاه البنسة لازم يكون مظبوط. ناخذ يعني البنسة من الحلمة للحلمة. كم بتكون بعض الأحيان إلها قاعدة، وبعض الأحيان أنت بتاخذيها على جسم يعني جسم الزبونة اللي بدك تشتغلي لها عليه. هاي هون أنا بحدد العلامات طلع ما شاء الله روعة الفستان. وهذه الصورة بتشوفوها شو يعني أكيد بأول الفيديو. كمان أنا اشتغلت الخلف، بس يعني ما حطيته بالفيديو، لأنه ما بدي يكون الفيديو طويل، وإذا كان طويل الفيديو بيخرب علي يعني. إن في ناس ما بيحبوا يشوفوا الفيديوهات الطويلة، بيملوا. يعني إحنا هذا الموديل أنا عجبني كثير. يعني هاي القطعة الثانية بشتغل منه، وراح كمان أشتغل قطعة ثانية. يعني ما بعرف، حبيته لهالموديل، حابة إني أظل أشتغله حتى يعني يكون هيك يعني، لأنه هذا الموديل حلو. بيلبس عليه مثل بتقدر تدخلي عليه مثل الكاب، أو ما بعرف إيش بسموه، مثل الجلابية الفراشة بدون مع أكمام. وهيك بنتهي الباترون. معلش أنا يعني ما حطيته كاملة. الخلف نفس الإشي، بس الياقة الخلفية بنرتفع بيها وبنخلي له سحاب السوستة من الخلف.
مع تركيب التنورة أنا كمان ما حطيتها. إن شاء الله بنزل باترون الجيب اللي هي التنورة تبعت الفستان. وبس هيك يا بنات، وشكرا يلي دخلوا معي على القناة، وشكرا لهم، واللي متفاعلين كمان شكرا لكم، واللي مو متفاعلين كمان شكرا لكم. وهاي الباترون شفتوه. وشي ثاني كمان، يا ريت تشوفوا الفيديو للأخير وتتفاعلون معي بالقناة مشان يعني القناة تكبر، لأني أنا ماليش فترة مساويها يعني.